طيب انا مثلا لو شركه كبيره، هل النجاح بتاعي ده بسبب التسويق، ولا انا مثلا كان عندي راس مال ضخم كبير قوي وحطيته هو ده سبب نجاحي؟ بص، هو السوق دايما متغير، لكن الفكرة كلها لا، راس المال الضخم مش هو دايما سبب نجاحك، لأن راس المال الضخم من غير إدارة كويسة. وعلى فكرة التسويق ده جزء من جوه الإدارة، اللي هو الإدارة التسويقية، وفي إدارة المخازن، إدارة المبيعات، إدارة المنشأة. بس المهم يعني إن ده جزء من إيه، من أجزاء الإدارة. فطبعا لو الإدارة مش كويسة وأنت معاك 10 مليون جنيه، والله ما هتعمل حاجة يعني. الموضوع سهل، لكن الفكرة كلها أقدر أقول لك إن هي 50-50. يعني هو جزء معتمد انك انت يكون معاك راس مال يكفيك، سيوله تقضيك. واهم حاجه موضوع السيوله ده ركز عنها، ممكن نبقى نعمل لها حلقات اصلا. لكن الموضوع كله لو عندك سيوله كويسه وعندك اداره كويسه، فانت بقى بترمي ال50% التانيه على جانب التسويق، لان طبعا جانب التسويق من اهم الجوانب في البيزنس كلها. انا مش عايز اقول لك حرفيا ان التسويق بيتدخل في كل حاجه في البيزنس. التسويق بيعدل المنتج على حسب طلب العملاء. التسويق بيغير شكل ولون وهوية البيزنس على حسب التطور. بص، التسويق هو العامل او المحرك الاساسي في المنشأة. لكن المحرك من غير بادي ومن غير مرايات ومن غير كشافات مش هيبقى عربية بتجري، بس هو المحرك.